السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة الأفوانت. أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. احتفلت الطريقة المريدية يوم الأحد 26 سبتمبر 2020 بخروج الشيخ أحمد بامبا من المنفى. على الرغم من أن معظم الطلاب التقوا في طوبى، إلا أن المريديين المنتشرين في جميع أنحاء العالم احتفلوا أيضا بالمعقل في أماكن تواجدهم. وقد تفاجأ المريديون في باريس برؤية سيرين منصور سي جميل حفيد سيد حاج مالك ينضم إليهم للاحتفال باليوم 18 من شهر صفر في مدينة النور. وفاة الشيخ نياس الذي توفي في 28 سبتمبر الماضي في سجن كاف مانويل هيج غضب الجالية السنغالية التي تطلب تسليط الضوء على سبب وفاته. وصل الشاب البالغ من العمر 39 سنة إلى دكار منذ 10 أيام فقط لحضور معقل طوبى الذي تم احتفاله يوم الأحد 26 سبتمبر بعد أن اعتقلته الشرطة. يستمر سرطان الثدي في اتخاذ أبعاد كبيرة والأرقام تقشعر لها الأبدان. تم تسجيل 700 حالة في عام 2020 في معهد جوليوت كوري لمستشفى دانتك، 700 حالة مستقلة عن المرضى الذين ما زالوا تحت العلاج وفقا للدكتور داود جوف. في مواجهة مع الصحافة صباح اليوم عاد أليو سيسي إلى هدف الرئيسي لعقده الجديد، ووفقا له فمن المقرر أن تتأهل السنغال لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. ويقول: لا يمكن فرض الفوز، نريد الفوز، ولكننا نعلم أيضا أن هناك 5 أو 6 أو 7 فرق في القارة الإفريقية قادرة على الفوز. يعتقد مدرب الأسود أن السنغال لها كل الحق في أن تحلم بكأس إفريقيا. وقد كان ردة فعل بونسار الأولى بعد استدعائه للمنتخب السنغالي قوله: إنه حلم أصبح حقيقة. عندما كنت صغيرا كنت أرغب دائما في اللعب مع منتخب السنغال. أنا حقا سعيد وفخور جدا بالانضمام إلى الأسود. الهدف هو الفوز بكأس إفريقيا والتأهل لكأس العالم. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.